اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صباحكم فل، صباحكم خير، صباحكم رزق من الرحمن. ربنا يوسع علينا وعليكم دايما يا رب، اللهم امين. قلت كده ايه اعمل مع بعض كده، نعمل مع بعض شوية رز بلبن بس بتركات وحركات حلوة جدا جدا هتخليهولك كريمي وزي بتاع المحلات واحلى كمان. طبعا احنا متعودين ان احنا الحاجة اللي في البيت بنعملها لولادنا بتبقى طبعا نضيفة وصحية وعارفين مكوناتها وأنضف وأحسن من المحلات بكتير، بس بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نعمل نفس الطريقة عشان يدينا الطعم اللي زي اللي بره وأحلى كمان. نبتدي كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبتدي نشوف هنعمل الطريقة دي ازاي مع بعض. وكمان هقول لكم على شوية حاجات كده هتعجبكم جدا والطريقة هتطلع سهلة وبسيطة. أول حاجة هنجيب الرز بتاعنا حسب الكمية اللي انت عايزاها. أنا بحب إن أنا أعمل كمية حلوة علشان احطه في التلاجة ونسحب منه كده. اللي نازل شغله الصبح ياخد طبق اي حاجة كده يبقى جميل معانا، يبقى جاهز كده وسهل وسريع. جبت الرز عملت، سويته في كوباية مية او كوبايتين حسب الكمية اللي انت هتعمليها. سويته زي ما انتوا شفتوا كده ما شاء الله، وزن يعني كميته زادت وفنشر كده وزاد، والكمية ما شاء الله اللهم بارك عملت معايا كمية حلوة جدا. جبت اللبن من غير ما اغليه. انا بحب اعمل التركه ديت لان بتدينا الرز بلبن الكريمي وفي نفس الوقت الكرمشه الحلوه الجميله اللي احنا بنشوفها في المحلات. هبتدي بقى احطه ويغلي كده مع بعضه. عبال ما يغلي كده هكون حطيت السكر، احط السكر طبعا حسب ما انت عايزه. احنا بنحب الحاجه مسكره شويه فحطيت كميه سكر مناسبه للكميه اللي احنا عاملينها. وكمان اديته غلوة كده لحد ما السكر يدوب، اقلبه كده تقلبتين وكمان اسيبه يغلي كده غلوتين مع بعض، يندمج كل المكونات مع بعض. كده احنا سوينا الرز الاول وبعد كده ضفنا اللبن من غير ما نغليه علشان لما يغلي يستوي مع الرز وياخد من الطعم الرز ياخد من طعم اللبن واللبن ياخد من طعم الرز. يعني المكونات تمتزج كده مع بعضيها ويستوي في اللبن التسوية الكاملة. هنا بقى عشان طبعًا يربط معانا، هاحط بس إيه معلقتين 2 صغيرين كده نشا، مش كبار، يعني معلقتين ممسوحين. لو عايزة تبقي خلّاه متماسك أكتر زوّدي نشا، بس أنا باحبه كده بيكون سايل كده مناسب، يعني إيه زي برّه كده بالضبط. طبعًا إحنا بنجيبه من برّه بيكون سلس وسايل كده ما بيكونش متماسك أوي. هادوّب النشا في سواء بقى مَيّة أو لبن أنتِ ومزاجِك أنتِ وراحتك. أنا هنا حطيت معلقتين كده مَيّة وقلّبته وزوّدت بقى إيه النشا حبّة حبّة كده لحد ما خلّصت الكمية على الرز وهو على النار. التركة دي بتخلّيه يربط وبتخلّي السمك بتاعه حلو جدًا. جرّبيها وقولي لي رأيِك. لو أنتِ ما بتحبيش تحطّي نشا ما تحطّيش، بس هيكون القوام بتاعه يعني إيه خفيف شوية. بُصّوا أنا باورّيه لكم أهوّة قبل ما أحط النشا القوام بتاعه مناسب، بس النشا بتخلّيه يتماسك كده ويلِف في الحلة زي أمي الله يرحمها ما كانت بتقول، كانت بتخلّي السمك بتاعه يتماسك مع بعضه. في ناس ما بتحبش تحط النشا براحتها، بس يعني بتدّي له قوام أحسن شوية، بس ما بتأثّرش على الطعم، لإن طبعًا إحنا عارفين النشا مش بتأثّر على طعم المهلبية أو الرز بلبن اللي إحنا بنحطه يعني. بُصّوا باورّيكم الرُزاية استوت إزاي، تسوية كاملة كده دلوقتي في المرحلة ديّة. اللهم بارك الطعم حلو جدًا والسمك بتاعه مناسب جدًا. هنا بقى لمّا غِلي ابتديت إن أنا أحط النشا ودوبتها كده مرّة كمان علشان ما تبقاش راقدة كده في الكوباية، يبقى كلّه القوام مناسب كده ولافف كده مع بعضه. هابتدي بقى أحط حبّة حبّة كده. لو أنتِ شُفتِ إن هو سمكه بقى مناسب ممكن ما تضيفيش الكمية كلّها، بس أنا عشان أصلًا مش حاطة كتير فحطيتها كل الكمية بتاعة النشا وقلّبت تقليبتين كده حلوين. وهنبتدي بقى إيه نشوف السمك بتاعه. اللهم بارك بجد لو وصلتِ معايا لحد هنا قولي لي رأيِك في الطريقة السهلة البسيطة دي. واللهم بارك طعم تحفة تحفة، ويعني حاجة كده تبقى موجودة في البيت الولاد يروحوا وييجوا عليها، لأن طبعًا إحنا عارفين الوقت بتاع الشتا ده قصير جدًا، ما بيلحقوش أصلًا اللي ياكل لقمة ما بيبقاش عايز حاجة ياكل حاجة تاني. فما باصدق إن حاجة إيه تبقى موجودة كده تبقى يروحوا وييجوا عليها إيه من وقت للتاني. هنضيف بقى الفانيليا طبعًا بتدّيها نكهة حلوة جدًا. هنا بقى آخر حاجة مرحلة ديّة اللي هي بتاعة الفانيليا. هنضيف باكوين فانيليا مع بعض علشان اللهم بارك الكمية حلوة.
لو كمية صغيرة ممكن تضيفي باكو واحد بس هي بتديها طعم حلو. هابتدي بقى أشوفه كده أقلّبه تقليبة كاملة علشان الفانيليا تتوزّع والتسوية تبقى كلّها تسوية واحدة ثابتة يعني، كل الحلة مستوية تسوية حلوة. بُصّوا السمك ما شاء الله جميل جدًا، هو بيبقى مش ماسك أوي علشان يبقى لمّا يبرد يبقى متماسك نُص يعني. هاورّيكم دلوقتي السمك بتاعه لمّا يبرد شوية ويهدى شوية كده، علشان نبتدي بقى إن إحنا نضيف المكسرات اللي إحنا عايزينها. ولادي الله يهديهم ويصلح حالهم مش كلّهم بيحبّوا المكسرات، فحطيت جزء كده وجزء كده، سِبت حبّة يعني من غير إيه، أي إضافة. عايزة بقى تضيفي جوز هند، زبيب، سوداني، أي حاجة موجودة عندِك متوفّرة. ربنا يوسّع علينا وعليكم يا رب اللهم آمين، وكل اللي عنده حاجة يعني إيه، كل واحد على قد ظروفه وإمكانياته. ضيفي بقى المكسرات المناسبة المتوفّرة عندِك، ما تحكّميش حاجة معيّنة، بس أنا بصراحة باحب الرز بلبن وعليه زبيب، أي مكسرات تانية بعد الزبيب، يعني الزبيب أساسي صراحة. لو وصلتِ بقى معايا لحد هنا لايك كده وكومنت حلو، أول مرّة تشوفيني يا ريت تنوريني وتبقي أخت من إخواتي وتبقي من ضمن العيلة بتاعتنا، وتشتركي معانا في القناة، يا رب يا رب يوسّع علينا وعليكم جميعًا. بُصّوا السمك بقى بتاعه لمّا هدي شوية، سِبته كده بتاع 10 دقايق ربع ساعة، علشان يعمل طبقة كده فوق الوش، لمّا تحطي المكسرات ما تنزلش تحت. بُصّوا سمكه بقى جميل جدًا، ما شاء الله عملت معانا كمية حلوة جدًا وطعمه تحفة. هنبتدي بقى نحط المكسرات المناسبة عندنا أو المتوفرة عندنا، وزينيه زي ما أنتِ عايزة. أنا حطيت كده عشوائي مش مشكلة، حطيت زبيب وكنت هاحط جوز هند، ابني قال لي: "لأ مش عايز في جوز هند." فما حطيتش صراحة، سِبت جزء من غير زبيب خالص وحطيت الباقي إيه عليه زبيب. تعالوا بقى كلوا معانا، ألف هنا وشفا لكل اللي كَل منه. الله أكبر، الله أعظم، العزة لله. الأذان بيأذن، يا رب يا رب يوسّع علينا وعليكم يا رب اللهم آمين، بحق الأذان وبحق الأيام المفترجة، ربنا يجعله شهر خير ورزق وبركة علينا وعليكم يا رب اللهم آمين. أنا عملته بقى إيه بمناسبة أول رجب كده حاجة حلوة كده، نبتدي الشهر الكريم بحاجة كويسة، ربنا يا رب يجعله شهر خير علينا وعليكم يا رب اللهم آمين. تعالوا بقى اتفضلوا معانا، بُصّوا ألف هنا وشفا. ولادي بقى اللي إيه باحطه كده على الترابيزة، اللي رايح واللي جاي ياخد طبق ويحط إيه، اللي عايز زبيب ياخد واللي عايز سادة ياخد. ألف هنا وشفا لكل اللي كَل منه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وهاستنى رأيكم في الكومنتات ولايك وكومنت حلو منكم، وربنا يجعله شهر خير علينا وعليكم يا رب اللهم آمين، ويوسّع علينا ويوسّع رزقكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، يا رب اللهم آمين بحق الأذان. شرفتوني ونورتوني.